السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير وقت المساء ويصبحكم بالخير وقت الصباح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا ومنكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وصدوركم وييسر أمورنا وأموركم ويكفينا ما أهمنا ويسخر لنا جنود السماوات والأرض ويكفينا شر الأشرار وكيد الفجار. أبتكلم عن موضوع كل سنة يتكرر في مثل الأيام هذه إلى قبل رمضان القادم العام الصالح. نحن الآن في منتصف الربيع تقريبا والصيف داخل علينا، وندخل في موضوع المساجد. بعض المشاكل اللي تحصل في بيوت الله، المكيف بارد، المكيف حار، المكيف نازل علينا، المكيف طافي، شغل المكيف، ثم تقوم مشاكل بين بعض المصلين ومع الإمام أو مع المؤذن، أمور ما ينبغي ألا تحصل أبدا أبد أبد. هذا بيت من بيوت الله، يجب أن نقدر هذا البيت ونحترمه ونأتيه بهدوء وسكينة وخشوع. فنقول أوجه رسالة للإمام المسجد. بعض الأئمة الله يجزاهم خير أعطى العامل الخيط والمخيط. العامل هو اللي يشغل المكيف، وهو اللي يطفي المكيف، وهو اللي يرفع المكيف، وهو اللي ينزل المكيف. وأحيانا بعض المساجد تكون صغيرة تجده يشغل المكيفات كلها على كيفه، الجو اللي يناسبه هو، ما يعلم فيه ناس يأتون يتضررون من البراد، يتضررون من التكييف، وفيه ناس يجون ينزعجون من الحر. فالتوسط والتعادل والمعادلة هذا شيء جميل. وأنا أقول يا إمام المسجد الله يجزاك خير، أعط العامل آلية وتابع هذا العامل حتى تنأى في بيت الله سبحانه وتعالى عن مثل هذه المشاكل، هذه المهاترات وهذا الإزعاج. والرسالة الثانية لك يا مصلي، لك يا من تأتي إلى الصلاة، إذا وجدت مسجد بهذا الشكل اصبر، ترى المسألة ربع ساعة نص ساعة، ابتعد عن المكان اللي فيه جو حار أو فيه جو بارد واجلس في المكان اللي يناسبك. فلا يعني تكثر الكلام ولا تصدر زوبعة ولا تحدث زوبعة ولا تحدث مشاكل، اكسب أجر. وحنا نعلم أن المساجد يجب أن تكون بيئة يعني جاذبة للخشوع وللطمأنينة، للصلاة ولتلاوة كتاب الله ولأداء السنن الرواتب، ما تكون يعني بيئة مشاجرات ومهاترات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم. وفيه رسالة أخيرة للإمام المسجد. الجهة المسؤولة عن المساجد وضعت توقيت بين الأذان والإقامة، فإذا انتهى هذا التوقيت أقم مباشرة. يعني بعض الأئمة عندما يقول له أقم يا فلان، يقول فلان يتسنن، فلان ما بعجة، خلين يجون الجماعة. أنت ما عليك من الجماعة ولا عليك من فلان اللي تسنن. أنت إذا انتهت المدة أقم الصلاة. ترى في ناس أصحاب حاجات ينتظرون الصلاة حتى يروحون لقضاء حاجاتهم، وبالأخص الظهر الأيام هذه يتزامن خروج الطلاب والطالبات مع الصلاة، فولي الأمر يصلي ويخرج مباشرة، تجده يقرأ ورده والذكر بعد الصلاة وهو في سيارته حتى يذهب إلى أبنائه. أنت إذا قلت حتى يكمل صلاته وحتى يكتملوا الجماعة، أخرت أولياء الأمور وانزعجوا شوي منك. جزاكم الله خير، واحرصوا على بيت الله، احرصوا على بيت الله. والسلام عليكم ورحمة الله.